السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كده يا جماعة نقول صلى على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده يا جماعة اعمل معاكم بقى طبق كبدة كده اسكندراني، هيعجبكم ان شاء الله. دوت الفلفل اللي انا مخرطاه، فلفل احمر واصفر الوان وفلفل اخضر مشطشط، وديت معلقة توم مفروم خارجاه من الفريزر، ودوت ديت الكبدة مقطعاها زي ما انتم شايفينها، اهي مقطعه كده شرايح زي ما انتم شايفينها. هنشوحها بقى قدامكم كده وهعملها لكم وهتعجبكم ان شاء الله. يلا، جبت الطاسه اهيت ولعت عليها يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط شويه زيت كده. خلصتي يا عايز حاجه؟ سلامتك. بس بقى اقفلي بقى الميه هي دلوقتي. دلوقتي يا جماعه انا حطيت الزيت، فبخلي الزيت يتقدح معايا عشان يقضي صدمه للكبده، عشان ما تجيبش هي ميه من عندها. لو حطيت انا كده على طول هتروح بقى جايبه ميه من عندها، وانتوا عارفين، فلما بعملها كده بتبقى في منتهى الجمال. هوريها لكم كده. الزيت اتقدح معايا، هروح نازله بسم الله الرحمن الرحيم. كده نزلت صدمه يا جماعه للكبده كده، هي مش هتجيب ميه من عندها، ريحتها في منتهى الجمال. لسه ما حطيتش عليها لا توابل ولا اي حاجه خالص، طعمها تحفه. هقلب انا على طول كده اهو بالتدريج. بس يا جماعه اهو، عشان الزيت بس هو اللي فيها وبسيط خالص اهو. لو عايزه اضيف برضه عليها حته من اللية بحط لها يا جماعه، تخليها طعمها جميل. اروح انا بقى نازله عليها بشويه فلفل اسمر كده حلوين. بسم الله الرحمن الرحيم. كده قلبتها شويه اهو قدامكم. اروح نازله عليها بالفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم شايفين كده. طحينه قلبها يمين وشمال. طبق كبده يا جماعه بيبقى في منتهى الجمال. وبعدين اقول لكم بقى، انتوا وحشتوني قوي قوي. انا بقالي شويه كده، حبايبي هم اللي بيسجلوا الصوت، هم اللي بيصوروا الفيديوهات، لاني كنت بس تعبانه شويه. فانتوا وحشتوني والله. ربنا يخليكم ليا احلى مشاهدين في الدنيا. النهارده بقى مريومه حبيبتي قالت لي يا ماما صوري بقى انت النهارده يا ماما، وطلعي صوتك كده، انت وحشتنا كتير، بقالك كتير ما بتتكلميش في الفيديوهات. قلت لها ماشي يا مريم. حتى الفيديو اللي هو هينزل لكم ان شاء الله النهارده، مريم هي اللي عامله الدوناتس يا جماعه، وهي اللي اتكلمت فيه. قلت لها ماشي يا مريم، نصور احنا النهارده واتكلم بقى عشان حبايبي المشاهدين وحشوني. وبقالي كتير ما دخلتش برضه علقت لحد، فاعذروني معلش، كنت تعبانه بس شويه. هنصور بقى بعد كده وهنعمل احلى فيديوهات ان شاء الله مع بعض. اهي ريحتها يا جماعه والله العظيم لها حل، ريحتها تحفه. اروح بقى انا كده نزلت بالفلفل وبالكبده زي ما انا وريتكم. التوم ده بخليه للاخر، ما بنزلش بيه، بروح حطاه هنا اهو بقى، افضل اقلب بيه يمين وشمال كده لما بيحمر، بيدي للكبده طعم جميل قوي يا جماعه. عاملين ايه بقى يا حبايبي؟ وحشتوني والله. بقالي فتره كده ما بتكلمش معاكم، كنت تعبانه بس شويه من بعد فرح محمد ابني. فالنهارده بقى ان شاء الله قلت اتكلم معاكم كده
واعمل لكم فيديو عن الكبده، وبرده هعمل فيديو تاني بس لما اجي اعمله برده اصوره واوريه لكم. فكلكم والله وحشتوني، كل حبايبي اللي لهم قنوات وما لهمش قنوات ربنا يا رب يخليهم وما يخلينيش منهم، وحشوني كلهم، بقالي شويه ما دخلتلهمش فمعلش سامحوني، كنت تعبانه زي ما بقول لكم كده. فهدخل لهم برده واسلم عليهم لانهم وحشوني قوي، وربنا يا رب يديم المعروف ما بيننا، وربنا ما يضيعش لنا تعب كلنا يا رب. كل سنه وانتم طيبين كلكم يا جماعه. هنزل بقى ايه الكبده خلاص قربت اهي، هروح نازله بقى ايه بالثوم زي ما قلت لكم اهو، يعني الثوم مفرومه، هروح نازله بقى بيها كده نقلبها في الكبده قدامكم كده يمين وشمال. الصدمه اللي انا بديها لها يا جماعه في الاول هي اللي ما بتخليهاش تجيب ميه، بتبقى جميله، تبقى ناشفه كده وجميله. انما لو انا حطيتها في الزيت على طول هتفضل بقى تجيب في ميه وهتبقى طعمها مش حلو وهتبقى زفره. انما هي كده بتبقى في منتهى الجمال. والملح هنزل عليه دلوقتي، ما بنزلش عليه على طول بالملح عشان ما تجلدش معايا يا جماعه. وشكل الكبده عامله ازاي وريحتها، والله العظيم ريحتها انا لها حل يا جماعه. هنزل بقى بالملح كده. يلا يا مريومه، مريومه حبيبتي اهي يا جماعه ايه واقفه معايا بتصورني وبتحط برضه هي الملح. ودي ايه شويه كزبره، حط شويه كمان، شويه كزبره ناشفه، وحطينا فلفل اسمر، هاتلنا برضه شويه بهارات برضه بتخليها جميله. احنا بقى بنحط لها حته من الليه، بس عندنا بقى اللي هياكل معانا يوسف قال لي لا ما تحطليش، لو هتحطي حته من الليه مش واكل يا ماما. قلت لهم خلاص سماح المره دي مش هنحط حته من الليه يا جماعه في الكبده، بتخلي الكبده ملهاش حل، حته بتبقى مفحفحه كده وجميله يا جماعه. كده خلاص تومه ريحتها ايه فحفحت منتهى الجمال، جميله 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 ملهاش حل زي ما انتم شايفينها كده. هي كده خلاص استوت يا جماعه اهي. هندفع عنها بقى ونقدمها واوريها لكم. خلاص يا جماعه انا خلصت الكبده. هناكلها بقى العيش الطري لسه جاي لنا من الفرن مع المخلل مع حته جبنه كده فضلت خيركم قديمه، برده مقطعين عليها قوطه كده وخيار وحاجات، وحاطين لها شويه زيت، وهنقعد ايه ناكل ايه بقى ايه حبه الكبده. انا ساعات بعملها يا جماعه واعمل جنبها مكرونه، بس دلوقتي احنا هناكلها بعيش، تبقى برده جنب مكرونه وسلطه كده ومخلل، بتبقى في منتهى الجمال. انما النهارده هي مطلوبه انك تاكل ايه بعيش كده اهي، طعمها وريحتها ملهاش حل. ولو كنت حطيت لها كمان حته من ليا كانت اوعى وشك، بتبقى في منتهى الجمال. نقول ايه بقى صلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا رب يا جماعه الفيديو يعجبكم ونال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.